السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ مشكلة جديدة ومن رسائل الصفحة، بس فعلا المشكلة دي مهمة جدا، لازم كلنا نركز مع بعض لأنها فعلا مصيبة يعني. تمام. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ انا عندي مشكلة ان انا شفت بنت عجبتني في فرح و واتكلمنا مع بعض وتعرفنا، خدت رقم تليفونها، بقينا نتكلم على الفيس والواتساب كتير لحد ما حسينا ان احنا يعني قربنا من بعض قوي. اتقابلنا مرتين بالظبط وانا حبيت ادخل البيت من بابه، طلبت ان انا اقابل والدها، وقابلت والدها واتخطبنا وزي الفل، وكنت فرحان ومبسوط جدا لحد اما جيت ابتديت ازورها في البيت زي اي اتنين بيتخطبوا، زي اي اتنين مخطوبين، واتفاجئت انها فتحت لي الباب، لقيت واحده غير اللي انا كنت مخطوب لها، لدرجه ان انا بقول لها يعني ترددت كده، قلت لها انت مين؟ واتضح يا كابتن انها كانت بتعمل ميك اب كتير قوي و... وبتعمل شعرها مكوى ومصغره ومصغره مناخيرها ومبيضه نفسها وعامله عيونها من الاخر كده، الشكل كان متغير تماما. فانا حسيت ان انا حبيت واحده واتخطبت لواحده تانية. بجد انا مش عارف اعمل ايه، مش كده وبس، دي طلعت عامله بوش اب قدامه قدامه ورا. فانا مش عارف في ايه يا كابتن، انا حاسس ان انا اتضحك عليا. اعمل ايه؟ استمر في العلاقه دي ولا لا؟ مع اني بصراحه انا ما بقتش مرتاح وما بقتش مبسوط خالص، وانا شايف ان من حقي ان انا اخد البنت اللي تعجبني، ولا انا كده اكون ندل؟ خصوصا ان الناس كلها بتقول يعني الجمال مش كل حاجه والكلام ده كله، بس بالنسبه لي كان امر مهم. اعمل ايه؟ تمام. من الاخر كده، حسبي الله ونعم الوكيل في اي ميك اب ارتست تغير شكل بنت جايه تقول لها انا عايز اعمل ميك اب. المفروض اللي نعرفه على الميك اب من زمان ان هو حاجه بتتحط لحد ما بتدار العيوب الخفيفه، يعني روج، كحل. ما هو ده الميك اب اللي احنا كنا نعرفه زمان، هو روج وكحل بس كده، مفيش اي حاجه تاني. بدات بقى تظهر كريمات الاساس، وبدات تظهر الحاجات الغريبه من الميك اب ارتست. تلاقي انها جايبين صورتين، واحده يلا حبيبتي جاهزه، جاهزه، ودلوقتي ايه رايك؟ تحفه، انت جميله. ايوه، انت خليتيها واحده تانية، وانت عبيطه؟ وايه اللي تحفه وجميله وحاسه انك عملتي انجاز؟ انت ما عملتيش انجاز، انت اذيتيها. انت اذيتيها في شخصيتها واذيتيها قدام الناس. لما تخليها شخصيه تانية تماما انت كده اذيتيها. وانا عايز يعني معلش، انا هستفيد ايه لما انا ابقى شخص تاني؟ يعني انا مش اجمل شكلي، لا، ده انا ابقى شخص تاني خالص. ملامح غير الملامح، العيون بتوسع والمناخير بتصغر وعيوب الوش كلها بتتدارى وبتتحول من حد لحد تاني خالص. هل ده يعقل؟ هل ده عقل؟ ده عقل؟ طب انا اقول لك ايه؟ طيب اقول لك ايه؟ اقول لك سيبها ولا اقول لك ما تسيبهاش؟ لا، اقول لك حاجه، لا، معلش، لو انت مش قادر تكمل سيبها، سيبها. ومش عايز حد في الكومنتات يقول لي ازاي يسيبها، ده ندل، ده ما هو الجمال مش كل حاجه. يا حبيبي، لو الجمال مش كل حاجه ما كانت هي اقتنعت بالفكره دي وما راحتش الميك اب ارتست. وكل ما تقابله بيقول لي انا قابلتها مرتين وجيت اتخطبنا، يعني في المرتين والخطوبه جابت الميك اب ارتست او راحت لها عشان تغير لها برضو شكلها. هي ضحكت عليه. واكبر دليل على كده ان هو لما راح قابلها مرتين قابلها بالميك اب، ولما راحت اتخطبت بالميك اب. بس بعد بقى ما اتخطبت خلاص ولبست الدبله بتاعته، خلاص بقى تعالى شوفني زي ما انا، تعالى شوفني. هي بتديله مقدمات، تعالى انا اهو، او مره كده ومره تانية مش هلبس البوش اب اللي بيتلبس ورا وقدام. طب قدام ماشي، ورا بيتلبس ازاي؟ انا مش فاهم ده. هو يعني ايه بوش اب ورا وقدام؟ ممكن يكون، ما علينا. لا، ما في ايه؟ لو الجمال مش مهم ما كنت ظهرتي له على حقيقتك.
وانا عايز اعرف، ما هو انا عامه احنا مش محتاجين كل الكلام ده. وعلى فكره الفيلر والبوتكس والحاجات دي كلها مش احنا اللي اخترعناها، ده انتوا اللي اخترعتوها وانتوا اللي بقيتوا تروجوا ليها، فهذه بضاعتكم ردت اليكم. يعني انتوا اللي حضرتوا العفريت وما عرفتوش تصرفوه تاني، انتوا اللي محضرين العفريت ده، عفريت الميك اب وعفريت البوش اب وعفريت الفيلر وعفريت البوتوكس، ما انتوا اللي محضرين العفريت ده، اصرفوه بقى. الجمال مهم، الجمال مهم، بس مش وش المحاره، ده مش جمال. جمال البنت في ادابها، جمال البنت في رقتها، جمال البنت في صوتها، جمال البنت في انها تهتم بصحتها، تلعب رياضه عشان جسمها يبقى حلو، مش تركب بوش اب. جمال البنت ان بشرتها تبقى صافيه وناعمه. وعلى فكره في شباب بتدور على الجمال الخارجي، وفي شباب بتدور ليها مقاييس مختلفه في الجمال. يعني انا واحد ليا تجارب كتير، احب اقول لك ان مفيش حاجه اسمها ان في بنت وحشه. يعني انا بقول لك مفيش بنت وحشه خالص. كل الحكايه ان في بنت جميله في رقتها، في بنت جميله في طريقتها، في بنت جميله في جسمها، في بنت جميله في عينيها. في المقاييس الجمال مختلفه ما بين كل بنت والتانيه. بس انك تبقي شخصيه تانيه خالص، انت كده ضحكت عليه، انت كده كدابه، انت كدبت عليه ليه؟ كنت منتظره ايه يعني؟ يخش يشوف شكل متغير، ايه ده يا نهار ابيض، وهينسى وهيكبر دماغه يعني، ويقول مش مشكله، ما هي دي انا بحبها. هو كده حب شخصيتين، حب واحده في الصور كده قدامه شكلا، وحب واحده تانية طريقه بقى وتعامل وكده، هو كده حب اتنين. انت كده دمرتيه. انت ليه بتعملي في نفسك كده؟ انت عملتي في نفسك، انت اذيتي نفسك في المقام الاول وبعد كده اذيتيه في المقام الثاني. ليه يحصل كده؟ ليه ما نبانش كلنا على طبيعتنا؟ ليه لازم نلبس باروكه، وليه لازم نلبس معرفش ايه ونعمل ايه ونسوي وبعد كده نتفاجئ انها حاجه تانية خالص؟ ليه؟ ما يا ستي ما احنا كده، اللي عاجبنا على كده عاجبنا اهلا وسهلا يرتبط بينا ويتجوزنا، مش عاجبنا يبقى الباب يفوت جمل خلاص، مفيش مشكله. انتوا ليه بتعملوا من الموضوع مشكله؟ لاي بنت بتحط ميك اب او بتحط بوش اب او بتعمل او بتسوي او بتحط باروكه فوق شعرها، بتعملي كده ليه؟ ما تظهري زي ما انت ظاهره. هو مش الجمال مش كل حاجه؟ هو مش الشخص دلوقتي لما بيبص للجمال بتقولوا عليه سطحي؟ طب انت ليه سطحيه وبتعملي كده؟ ما تهتم بجمال ربنا خلقك بيه، ما ربنا خلقك جميله. بتبوظي شكلك ليه؟ بتعملي فيلر ليه؟ بتروح الميك اب ارتست تغير ملامح وشك ليه؟ لو انت قمحويه او سمره بتخليكي بيضه ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا بتعملوا ليه كده يعني؟ عملتوا ليه في الشاب الغلبان ده؟ وعلى فكره القصه دي متكرره في بيوت كتير قوي. وبرضه الشقط من الافراح، الواحده رايحه الفرح مش عشان تجامل صاحبتها او تفرح مع صاحبتها، لا دي بتروح علشان تشقط عريس، عايزه تتجوز، فتقوم جايزه ايه اقرب فرح، اروح اللي بتاعت البويه تاخد لي وشين تمام، واقوم رايحه الفرح، خلصت الفرح ارجع بقى اشقط لي واحد وارجع بقى الدنيا تبقى حلوه ومظبوطه وبتاع، هوب مره والتانيه يتفاجئ ان هو كان واخد واحده تانيه او كان بيحب واحده تانيه. ينفع كده يعني؟ والله يا ابني قادر تستحمل على كده ومش فارق معاك تمام، انما لو شكيت 1% انك مش قادر فبعد اذنك سيبها، لان ال1% ده مع الفتره هيبدا يكبر ويبقى 100% لحد ما مش هتطيق بعد كده. يا اما الجواز دي مش هتكمل، يا اما اول ما هتتجوز هتطلقوا. ليه؟ لان الشخصيه اللي انت عايزها ما لقيتهاش. انت حاسس انك بتحب واحده او انك حبيت واحده واتجوزت واحده تانيه. ويا بنت الحلال بعد اذنك انت حلوه من غير حاجه، اللي عاجبه شكلك كده عاجبه، مش عاجبه مع السلامه. بيقول لك اختلاف الاذواق لبارة السلع، مع ان الست مش سلع عشان ما يقوليش ما اعرفش ايه، بس ده مثل ريليتد بالموضوع اللي انا بتكلم فيه. اذواق يا حبيبتي، اذواق. في بنت بتحب الراجل الاسرع جيسون ستاثم ما اعرفش ايه، في بنت تانية تحب توم كروز الراجل اللي شعره نازل على عينيه، في واحده تحب الراجل ابو عضلات، في واحده لا، في واحده بتحب العصبي الحمش، في واحده لا. وبرضه في واحد بيحب الجميله، واحد بيحب السمره، واحد بيحب الشقره، واحد بيحب ما اعرفش، هو حر يحب زي ما هو عايز، انتوا تدخلوا كمان في قراراته. وبرضه هسيب الراي للناس هي اللي تحكم وتقول.
هل تصرف الولد صح ولا غلط، وتصرف البنت صح ولا غلط، والولد يعمل ايه؟ اكتبوا في الكومنتات. السلام عليكم.